السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم حابتي مع وصفة جديدة أكثر من رائعة. تجيب بزاف بنينة هشيشة وخفيفة وراح نديروها بزوج حشوات. يعني تجيب بزاف بنينة، الكوت تاعها فريمون بزاف شباب وهشيشة كما قلتلكم بنينة، والشكل ديالها يجي شباب سامبل وفي نفس الوقت يعني راقي وبزاف شابة. بدو إذا تابعوا مع الوصفة وطريقة التحضير. على بركة الله نبداو اولا في مقادير تاع العجينه تاعنا. دوك انا نحط لكم كامل المقادير في اناء واحد. عندي ملعقه كبيره تاع كاكاو بني، زوج معالق كبار تاع سكر ناعم سكر جلاس، 125 غرام زبده تكون طريه، حبه تاع البيض كامله. عندي هنايا شويه تاع الملح، يعني قرصه تاع الملح، وجوج غرامات يعني نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. وعندي هنايا ربع كاس تاع الزيت، راح نقيس لكم تاني بالملعقه باش يكونوا يعني المقادير مضبوطه، لانه يعني كل واحد عنده الكاس ديالو. شوفوا انا الماء عندي 3 4 و5 معالق كبار تاع الزيت. دونك انا الماء حطيتهم كامل مقادير يعني تقريبا موجوده في كل دار اقتصاديه بنينه، وفي نفس الوقت تجيب زي شابه. دونك انا الماء هاد المعطرات نروح نديرهم. عندي معطر تاع الكراميل، ومعطر تاع الشوكولا، ومعطر تاع الجوز. دونك هنا لما تقدروا تستغنوا اي يعني تقدروا تستغنوا على الجوز ولا الشوكولا ولا فاني اللي توفر عندكم ديروه. بصح نيك هذا المزيج بين سدو هذاك اللوز، سيو ديروا معطر تاع الجوز الحلو في لي صابلي تاعكم تاع الشوكولا، ورجعوا لي بالخبير يعني تديروا واحد الريحه واحد البنه بزاف شابه. ونخلطهم هنا الماء جيدا بريحه اللين تقريبا 5 دقائق حتى نحسوا بلي هذاك السكر ذاب تماما في الخليط، ونحسوا على خليط يكون كريمي ويكون فيه لمعه. هذا هو السر البنت في لي صابلي باش يجيو يعني يحتفظوا على الشكل ديالهم، او يجينا في نفس الوقت يعني ابن وهشاش في نفس الوقت. دونك هنا البنات بعد ما شفتوا هنايا خلط جيدا هذوك المقادير، نحكم هنا الفرينه. نبدا نضيف غير بشويه. شفتوا هنا البنات نضيف غير بالملعقه باش ما تغبنيش عليك من الفرينه. وخليو العجينه كما راكم تشوفوا هنايا الطريه، لانه كي نخليوها طريه حنا خليتها نصف ساعه، نتوما على الاقل خليوها 10 دقائق. كما نعرفوا العجينه اللي فيها الكاكاو يعني تنشف غابيدمون، تنشف تمتم، وتنمو ممتي خليناها شويه طريه. بصح كي نخليها تنشف راح تزاد عليك تشد روحها وتولي ناشفه بزاف. دونك خليوها طريه لو ماكسيموم ما ديروهاش بزاف الفرينه. نغطيها كما قلت لكم ونخليها تريح. ومع بعد ما تريح البلاد نحكم لي مول تاعنا. اختاريت هذو الاشكال هذوما، تقدروا تخيروا لي فورم اللي حبيتوه، كاري مدورين كما تحبوا، اوفال كما تحبوا. نحكم هنا عجينه تكون بوزن 30 35 غرام يعني حسب المول ديالكم. المهم ما تكونش عجينه خشينه وما تكونش رقيقه باش تتكسر لكم كي تنحيوها، خشينه بزاف باش ما ناكلوش كي ناكلوا الحبه تاعنا ما نلقاوش فيها العجينه بزاف اكثر من الحاج. نديروها هكذا نبسطوها غير بالاصابع باش تاخذ الشكل تاع المول ديالنا. ونحكموا الفرشيطه ولا ان كوردون ونبداو نثقبوها بهذه الطريقه، لكن نثقبوها جيدا. يعني هاد الحلوى البنات ولا خاصة هاد الحلويات اللي نديرهم داخل الليمون، اذا ما حبيتوش يتنفخ لكم في الفرن خليوها تريح العجينه. انا خليتها اكثر من نصف ساعه للامانه البنات في الثلاجه، خليتها اكثر من ساعه ريحت تماما. ومن بعد درتها وراني هنايا نثقبها ونديرها في المجمد 10 دقائق، ونديرها في الفرن على درجه حراره 180 درجه، يعني كنطيبها من تحت حتى تتحمر مليح مليح، ومن بعد نزيد نحمرها من فوق. نروحو ندوزو هنا البلاد الحشو تاعنا. عندي هنا البلاد تقريبا 4 كاس تاع قفرت بمذاق شوكولا، انا فتتو هدايا هكذا شويه غير بيدي. وعندي هنا حبه تاع تويكس هكذايا اللي تقدروا تستعوضوه باي حلوه نتوما، سنيكرز ولا تويكس ولا ماكسون اللي حبيتو ديروه، يعني هذا اختياري كل واحد والقو تاعو. انا هنا توفرت عندي هديه ودرتها يعني حبه واحده. شوفوا يعني شحال من حبه تاع حلوه درت لي اكثر يعني من
15 حبة. دونك هنا البنات بعد ما خلطت هذيك التويكس يعني قطعته هكذا فتات صغار بالموس، قطعته جيدا هذيك الحبة تاع التويكس، وتاني 4 كاس تاع كوفريت اجمعته بالشوكولا اتارتيني، ديك الشوكولا الايطالي ماكسون هكذايا. الخليط لازم يكون شوية طري ما يكونش ناشف. والحلوه تاني هنا البلاد بعد ما طابت لي يعني تجي ما شاء الله ريحتها بزاف شابه، وتجي يعني تذوب في الفم طريه خفيفه وهشيشه. نحكم هنايا الملعقه صغيره وندير الطبقه الاولى تاع الحشو تاعنا اللي راح يكون بمذاق شوكولا وتويكس هكذا عمرته بهذه الطريقه البنات. ومن بعد نجي ونديرو الحشوه الثانيه. دونك البنات عندي هنايا كاوكاو هكذايا يكون محمص البنات من الافضل تكونوا حمصتوه مليح مليح يعني قريب يتحرق. شوفوا هنا البنات نكره واضح في الصوره بلي حمصته جيدا باش يمد لي هذاك الكو شباب. عندي كيلة ولا كاس تاع كاوكاو محمص مليح مليح وملحي شويه رقيق. عندي هنايا شويه حلوه تركي تقريبا هكذا 2 معالق حلوى ترك و2 معالق كبار تاع جوز الهند. الجوز الهند هنا لما تحبوا ديروه هكذايا ولا تحمصوه شويه تاني باش يمد لكم مذاق شباب كيما تحبوا. لو كان مثلا فرغتهم في اناء يكون واسع شويه باش تسهل الخدمه ونفتهم هكذا يعني كان ندخل مليح مليح هذاك حلوه الطوق في الكاوكاو كامل يتجانسوا مع بعض ونروحوا نجمعوه بالطوفيه كراميل. هنا المد الامانه انا هنايا هذا الكراميل برك كي درتو فرغتو داخل العلبه هذيك تاع فوق الطوفيه كراميل، بصح هذا الكراميل مخدوم في الدار للامانه. راح نخليكم الوصفه تاعو بالتفصيل يجيكم واحد الكراميل في الشباب يجيب بزاف بزاف القوام تاعو شباب القوت تاعو بزاف هيك يجيكم شويه ثقيل واللون تاعو بزاف شباب فريمون بزاف في الشباب نصحكم به. ونجمعوا هذا الخليط كما قلت لكم بالكراميل ضروري تاني تخليو الحشو تاعكم الطري. السر البنات يعني في الحلويات اللي نحشيوهم هنا البلاد اذا حبيتوا الحلوه تاعكم تبقى لكم مده طويله تقردي هذيك الطراوه تاع الحشو ديالكم كي تجمعوا الحشو تاعكم ما تخليوش ناشف، لانه اذا خليته ناشف كيزيد يطول في الفريجيدير ولا في لابواط مونجي رايح يولي يابس داكور يولي لكم ناشف. هذيك الحلوه تشرب كامل الماء ديالها ويولي يكون ناشف. اذا حبيتوا دوك السل بلانت هنايا لازم تخليوه طري، خليوه يعني قريب يكون هكاش ماشي جاري بصح يكون طري هكذا باش كي كل ما خلينا الحلوه تاعنا كما قلت لكم كل ما خليناها يبقى هذاك الحشو طري. ومن بعد هنا الماء تحكمتو درتهم هكذايا على شكل نصف كره يعني كي يجينا شويه هكا بومبي من فوق نعمروها بهذا الطريقه يجي بومبي. ومن بعد نسقموها برك هكا شويه بيدينا ولا بالاصابع ونديرهم في الثلاجه ولا في المجمد حتى نشوفوا هذاك الحشو يعني كتماسك يعني كتجمد لنا. نعاود نخرجوه ونذوب هنا 200 غرام شوكولا ضفت لها ملعقه صغيره تاع الزيت يعني 200 غرام شوكولا قبلها ملعقه صغيره تاع الزيت. كي تذوب لي طبعا الشوكولا نضيف لها شويه تاع الزيت ونخلطوها هكذايا ونبدا هكذايا نغطس الوجه تاع لي تغطولات تاعي الوجه فقط تاع لي طاغت هكذايا بهذا الشكل ونحيها ونقطرها بهذا الشكل يجي لك الشكل ديالهم السب وفي نفس الوقت تجيب بنان وشابين بالبزاف. هذيك الشوكولا اللي بقات لي درتها داخل هاد القرعه هذه البلاد وندير خطوط بهذا الشكل من الافضل يكونوا رقاق باش يكونوا الشكل ديالهم شباب. وندير هنايا الحبه تاع سوريس كونفي راح نسقاها بشويه تاع شوكولا. هذا مكان تزيين ساهل ما يشدش الوقت وتمني معك تكمليه وفي نفس الوقت كما قلت لكم يجيو بزاف شابين. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا البت بعد ما يعني زينتهم ودرتهم داخل الكيسات جو بزاف شابين البنات والقوت تاعهم جا بزاف شباب فريمون لي يذوقهم يطلب في الوصفه واش درتي الحشو واش درتي في العجينه وعلاش الريحه تاعها جاتنا بيزار ماشي كيما لي طاطرات اللي موالفين نديروها. البنات هذا السر في ليغو هذا كي قلت لكم درت لها شويه تاع الجوز هذاك معطل الجوز معطل الكراميل الحشوات هذاك تاع تويكس ولا سنيكرز الكوكو يكون محمص مليح مليح حلوه. هذو البنات كي تخلطوهم فريمون يمدوكم واحد النتيجه ما شاء الله في الحلوه تاعكم. شوف يعني درنا شويه 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 بصح كي جينا يعني كنعمروا الحلوه تاعنا يعني خرجتنا كونتيتي بزاف شابين يعني تحصلوا حتى 2 طباسه معمرين مليح مليح. هذه هي الكميه اللي حصلتها عليها البنات كما تقول لكم وصفه نتمنى تجربوها بنينه بنينه بالبزاف وتاني يعني كتحمر الوجه
والاهم كامل البنات انك تجي شابه وبنينه بدون اطاله. البنات نتمنى هذه الوصفات نال اعجابكم، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم متابعه وتعليق شباب كيما نتوما. هكذا بنات كل ما نحط فيديو جديد راح يلحقكم وتشوفوه نتوما الاولين. للقاء.